هلو. يا ترى تفتكروا أسعار إيجار شاليهات الساحل الشرير بكام؟ يعني مثلا لو اتكلمنا عن هاسيندا، دي إحدى قرى الساحل الشمالي. الشاليه هناك بيكون إيجاره في اليوم تقريبا بيبدأ من 8500. والشاليه اللي بتكلم عليه ده مساحته حوالي 310 متر، وبيكون مكون من 4 غرف و4 حمامات. طبعا دي حاجة كويسة لو احنا عيلة مثلا أو أصحاب طالعين، فالمبلغ ده ممكن يتقسم علينا، فالموضوع مش صعب. طيب، لو رحنا بعد كده لقرية تانية وهي قرية مراسي، وحبينا نعرف الشاليه فيها بيبقى بكام، هو بيبدأ سعره ب11,000 جنيه، وبيكون مكون من غرفتين وتراس. طب هل الأسعار اللي أنا بقولها دي حاجة ثابتة؟ لأ، لأن هي بترجع للمالك اللي بيأجر لكم أو البروكر اللي واخد الشاليهات دي وبيأجر عليها، وطبعا على حسب الوقت وهو عنده الشاليه ده فاضي ولا لأ. طبعا انا عرفت ان الشاليه ده ممكن يتأجر بالشهر وبتدفع ثمنه بالشهر كإيجار، وطبعا دي الناس اللي هي بتقعد في الساحل طول الصيف، او ان هم اصلا في الحقيقة بيكونوا ملاك يعني. فملناش دعوة خالص بالليفل ده. خلينا نكمل وندخل على اللي بعده، وهنا هتكلم عن قرية سيشل. الشاليه تقريبا بيبدأ فيه من 13,000 جنيه تقريبا، وبيكون مكون من 3 غرف و3 حمامات، وطبعا باقي الوحدة بتفاصيلها. اللي انا عايزه اقوله لكم وهو مهم جدا، ان الكرة دي كرة حيويه جدا، يعني كل المحلات موجوده، في هايبرات، في مولات، في خروجات، في حفلات بالليل، في كل حاجه. وده اللي بيخلي الناس تقعد طول الصيف في الساحل. وطبعا بيبقى صعب جدا الدخول غير من المستأجرين او الملاك اللي موجودين وليهم حجز بالفعل. نروح على آخر قرية معانا وهي قرية أمواج، وفيها الشاليه بيبدأ من 5500 فيما فوق. فيما فوق ده معناه على حسب الوسيط أو المالك اللي انت مأجر منه، وعلى حسب هي مكانها في أنهي اريا. بيكون مكون من غرفتين وحمامين، وطبعا الأغلب بيبصوا على البول. بس كده يا جماعة، ده كان ريفيو سريع عن سيرش أنا عملته عن أسعار الشاليهات اللي موجودة في قرى الساحل الشرير. لو انتم ليكم تجربة هناك قولولنا تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.